السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل معاكم القرنبيط. احنا منزلينه على القناة قبل كده، بس بنفكركم بيه بقى بما ان الشتاء رجع تاني. احنا جبنا قرنبيطة متوسطة كده، قطعنا الزرعة الخضراء اللي بتبقى عليها. في بقى بيبتدي بقى يفصصها ويسلقها. لا، انا بسلقها زي ما هي كده، طالما غسلتها ونضفتها بمسكها زي ما هي واحطها في الحلة واسلقها. ادي الحلة فيها مية، المية داخلة على غليان اهي. هحط فيها رشة ملح وكزبرة وكمون ورشة سكر صغيرة. القرنبيط اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بيها زي ما هي دي وتاخد غلوة، وهقلبها على الجزء التاني كده. عليت اهي، خلي بالك هقلبها قلبة بسيطة كده، تاخد غلوة على الوش التاني عشان تكون استوت. يعني مثلا العروق لسه ما استوتش، المفروض العروق دي تكون استوت كده. خلي غلوتين هبتدي اطلعها. بسم الله. ممكن نطلعها على مية باردة عشان نوقف في التسوية بتاعتها. طلعها في مصر كده، انزل بيها بالمية الباردة كده عليها عشان ما تتهريش. هنا بعد ما سلقنا القرنبيطة وشطفناها بالمية عشان نقلل السوا بتاعها او نوقف السوا بتاعها، انا هبتدي اقطعها دلوقتي. هنبتدي بقى دلوقتي نعمل خلطة. هنزل بكوباية من الدقيق، عليهم 3 معالق من النشا، معلقة كبيرة السبع بهارات، كزبرة ناعمة، كمون، رشة ملح، معلقة صغيرة من الكركم، معلقة صغيرة توم، معلقة هريسة. نبدأ بقى ننزل عليه بمية أو بلبن اختياري يعني. ريحتها جميلة، ريحة التوابل وهي بتتوب كده جميلة. ننزل هنا بيضتين، هحط عليهم شوية خل، رشة فلفل أسود، معلقة صغيرة بيكنج باودر مع بعض. بسم الله. البيض بينزل في الآخر زي ما احنا شفنا عشان ما يكلكعش معاكي. حطي عليه الخل والفلفل الأسود، ودي رشة البيكنج باودر. هنزل هنا بقى كوباية دقيق، تقريبا نص كوباية نشا، حطيت معلقة سبع بهارات، رشة فلفل أسود، كزبرة ناعمة، كمون، رشة كركم، ونقلب كده كله في بعضه. هنا دول عودين شبت وبقدونس وكزبرة، هنزل بيهم على الخلطة الأولانية اللي احنا عملناها. ونحضر طاسة زيت حلوة كده تكون غزيرة. احنا كده جاهزين، هنحمر بقى. انا قطعت الزهرات بتاعت القرنبيط بالشكل ده، هبتدي انزل بيه في الخلطة اللي احنا عملناها كده، وهطلع من هنا على الخلطة دي. لازم الزيت يقدح كويس وننزل بيها. بسم الله. واحدة صغيرة اهي، اعمل كده.
مين قال بقى ده قرنبيط؟ ده تمساح. القرمشه بتاعته جميله ازاي ولونه حمرا ازاي. كده اتحمر كويس. بصوا ما شاء الله، سامعين؟ طالما العروق دي اتحمرت كده بتبقى جميله بقى وبتبقى مسكره. بس ما شاء الله. نطلعها بقى كده ونحط دفعه تانية. اللي عايز يحمره اكتر من المجموعه دي بقى هعملها كده بالمعلقه زي الطعميه. بسم الله. معلقه النشا اللي بنحطها فيه دي بيخليه ما يشربش كمان الزيت. يعني بنقلي لاخر واحده الطاسه بتاعت الزيت او حله الزيت زي ما هي. ما شاء الله جميل ازاي. حاجه حلوه كده. شتا جميل وحاجته جميله واكله جميل مع طماطميه مخلله بقى كده وطبق طحينه. بألف هنا وشفا.